فالدعامه ده مما ترتكز فهمه بيكمل. خش في المدى بتاعك. طيب عندك سلاح دوشكا، وعندك سلاح جرانوف، وعندك ار بي جي. معناتها انا العدو بتاعي ده لو الدوشكا بتاعي دي بوريكم المدى بيمشي كم 7 كيلو. الضارب بتاع الدوشكا ده بيخطوا له تخته لما تمشوا النمره الدروه بيخطوا عليه كم كيلو. شوف العين بالنشان كمان تلسكوب. انا العدو خش في ال7 دي بضربه بالدوشكا دي، ما خش ما بضربه ضيع ذخيرتي زي الار بي جي ده بدوكن المدى بتاعه دي تاتشر ما مدرعه ما دبابه. يعني الار بي جي ده لو وصل باخر نفس 500 متر بيفرتقها حته حته صح؟ شي ينفع ما دارين من بدال ذاته. لكن لو جاء مدرع خدتها انت عارف ال 250 متر وين يا ضرب الار بي جي، وعارف دي دبابه ولا لاند كروزر ولا دي توسان طبعا ولا موتر. الموتر عاد بتخسر فيها ار بي جي. الموتر ده مع 3 جوز ما يخسر بالكلاش بس تجد دون ال3 فتقد ده ما راكبين ورا بعض. يقبل فكره يا جماعه تجود الضرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي. القوة الرمي. وكان بيقول ارموا أبناء إسماعيل فإن أبوهم كان راميا. وكان جمع لسعد بن وقاص الذي هو أول من رمى بسهم في الإسلام، جمع له أبوه قال فداك أبي وأمي ارمي. قال هذا خالي فليجيني فليرني أحدكم خاله. ترمي معناتها الضربة مش ما في في جرانوف عنده مدى مؤثر بيوريك ليه. والمعلم العدو خش في مدى جرانوف وتمهل قددوا. وبعدين هسه شفتوا زملائكم قدام هو جرانوف لكن بيضربوه بالمنفرد صح ولا ما صح؟ وبينجز معاه بالمنفرد 2 مع مورجان. شفتوا الدوش كده ما فيه عتلة منفرد، لكن شفتوا اخوانكم اللي بيقاتلوا بيضربوه بالطيقه كانه منفرد. قول لي ليه؟ لانه الشريط ده انت عشان تملاه تاني وتعمره الموضوع ده بياخد منك زمن. الذخيره اول حاجه الماسوره ما بتسخن ما بتحتاج تغيرها، معناتها تضرب بالمنفرد والضرب في الهدف. والمنجله دي اربطها لو العربيه ماشيه عليك عديل نشن فيها واربط المنجله وشو الطيقه شو بتعمل شنو؟ اضرب الضارب واضرب السواق وهكذا. دي القوه. الناس ديل ما هم ملائكه، بشر زيك كده واولاد صغار وسكرانين وحيارى ومعاهم الشيطان. 3 حاجات. انتصروا كيف؟ وانت زول مؤمن وعلى طهاره وبتصلي ومعاك الله. لما ربنا يقول ان تنصروا الله ينصركم ويقول النصر وما النصر الا من عند الله. النصر من الله. الله داير يديكم الاجر سايد يديكم اللي قاعدين في بيوتكم. ما لازم تجي هنا عشان نقول هزمناهم يدوكم له، لكن اصلا النصر منه. اصلا الله نصرنا وانتهى. لو دارين تسمعوا عن القصص وشفتوها ما في اي مقارنه، لا في العدد لا في العتاد لا في العده. قوه بكون فيها سرتين بترجع لها 5000 بيطلعوا قدام الدفاع بيقولون 3000 جنازه 3000 فطيسه. قتلون هم قتلون الله. انت تسبب بس عشان يديك الاجر. ربنا داير يديك الاجر بس. الثبات. انتوا اول مره تخشوا الميدان حيكون معاكم ضباط مش معاهم ضباطهم، وحيكون معاك حكم دارات ومعاكم ناس قاتلوا. الكمين الاول ده قلبك بيجيه لوجه كده، دي حاجه طبيعيه. ما ربنا قال اذ جاءكم من فوقكم من اسفل منكم، زي ما عسكركم ده هاجمتوا بيجاي ويجاي. صدوقي قد بجهتين واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. دين ما انا وانت دين ياهم ذاتهم ناس الزبير وعلي وجاهم ذاتهم، لكن زول جرى ما في. الثبات بشنو؟ ذكر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا بذكر الله قدر ما قلبك يخاف اديها تكبيرة الله أكبر. حسيت برجفة في قلبك الله أكبر. ليه؟ لأنه الله أكبر من اللي قدامك ده قطع الشك. الكبير الله ولا التاشر دي؟ الكبير الله ولا الموتر ده؟ عليك الله أنا أجر لي من زور راكب لي موتر؟ أنا راجل أجر من راجل عليه اليمين كانت غيامة قامت ما أجر منه. أنا لو ذخيرتي كملت يا دوب ما هجمت عليه بسون كده وبيجر منك والله ما يثبت. زول معاه الشيطان زول نجس والله تعالى في عيونه كده وتكبر اقسم بالله يبول فيه دومه والله تلقاه هاري. وما انت قال اخوانكم ده بيجيبوهم بيضبحون بالسكين. ليه؟ السكين دي بيدعوها من بعيد ما بيصل الجخ
كان ما وصلوا بيطلعوا كيف؟ ما قاعد تشوفوا العمل الخاص؟ العمل الخاص قاعد يشتغل بطاقة ولا بسونكي؟ كان السونكي ده بطير؟ ما معناته وصلتوا عديلنا. ناس خيخ ما في أي شيء، هبود باطل زبد. أما أنتوا الحق، عشان كده حتمكسوا في الأرض. وتحافظ على سلاحك ده، إياك. السلاح ده الشعب يقطعوا لك من دمه ولحمه الحي، وأبواتكم يتبرعوا بالمال عشان نشتري السلاح ده وبيجوا من السنبك، زي ما قال لكم السيد القائد العام أن إحنا ما في أينا بالجو بالبر والبحر، بنشتري سلاح سوق أسود. الناس بتبرعوا هنا مليارات بنشتري. الكلاج ده بيشتروه ب3 أضعاف سعره من البحر ده، 1.5 مليار، وسعره من المصنع أقل من كده ب 200-300 ألف. السلاح ده تحافظ عليه، تجي راجع بيه. عربيتك دي اوعى تفوتها، تركز فيها. ما هو شنو يعني اخيرا شنو شهاده اصلا؟ واحد فيكم يقبضوا قبض ما في، تكاتل لاخر لحظه بيسونكيك ده، زول يقبضك حي ما في. جاك إن جاك ما جاك، داير املاك ذخيره الاملاك. في زول ناقص بيموت ناقص عمر. ربنا لما يقول لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، الله كذاب؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أصابك ما كان ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك، كذاب؟ الله ثابت والقرآن ثابت والرسول صلى الله عليه وسلم ثابت وقوله ثابت. المتغير أنت لازم تصدق إنه ما في زول بيموت ناقص عمر. خرشة ما بتخرشك. لو مسكت في حسبنا الله ونعم الوكيل كما قال الله. هسه ما بقول لكم جايين به هنا وهاجمين شندي وجايين ب 200 عربية و400 موتر بيقول لكم كده الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم مالوا فاخشوا فاعملوا شنو؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء. والله تورد حسبنا الله ونعم الوكيل دي صباح ومساء، والله العظيم تجي راجع خرشة ما تتخرشة. اقسم بالله القصص اكثر من ان تحصى. يا ناس وقفوا براهم وحاصرون 10 و12 راجل و3 و4 عربيات، والله العظيم ما قدروا يعملون شيء. اهلكم الله ده سبحانه وتعالى. أنا مع الله بيخزيني. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انسحاب ما في إلا غايدك يقول لك انسحب، أنا داير غير المواجهة دي، داير أجي هنا. ما جاتك تعليمات من الضابط الغايد ما معناته ما في انسحاب. لو شفت الناس مشوا معناته جروا، أنت داير تجر بس. ما في تعليمات انسحاب، بيجيك بين غايتك ده. ما في جري، ما في إهدار للذخيرة، ما في ضرب، ما في. الطلقه بتاعت الاس بي جينا عندي انا لما افكها معناتها حفرتك الحاجه اللي قدامي دي حته حته. اذا ما دخلت في المدى وضمنت تنشيل مضبوط ما بضربها. معاك اخوك جنبك بالكلاش بيغطيلك، بالجرانوف بيغطيلك، تتمهل في التنشين تب حتى تفكها. تحافظ على الذخيره، تحافظ على السلاح، انسحاب ما في. كملت ذخيرتك تطلع سونكيك طوال وترجع في الخندق. جاك تداوس بالسونكي، استشهدت انا تجاي لها. انتصرت بقلبه وبنتصر وكن على يقين من نصر الله. إياك أن تشك لحظة في إنه الله ناصرك. ما حصل المسلمين يوم من الأيام انتصروا لأنه كانوا أكثر عددا ولا عدة، ما حصل. أنا هسه حكيت لكم هسه من أحد بدر 1 ل3 300 ل1000، أحد 3000 ل700، الأحزاب 10000 3000 انسحبوا منهم وقادوا الصندوق 2400 600 راي. يفضل تبوك 30 ضد 200,000، موتة 3 ضد 200,000، الغادسية 30,000 ضد 200,000، اليرموك 40,000 ضد 240,000، طارق بن زياد ب5,000 مقاتل 100,000. قلنا لهم ده كده ليه؟ لأنه ما اتكلوا عليها. فإياك ما تقول ما سلحونا ودايرين صرفوا لك 3 دانات RPG، خلاص دي معناتها مروة الجيش. ال3 دانات ب3 مدرعات، انتهينا. ولو دار اضرب بها دوشكا ساعته ما بضرب لي دوشكا شايله كيلاش ب RPG. ليه؟ بتاع الدوشكا وينه؟ بضرب لي سلاح زي الناس رباعي ثنائي بقومه بالRPG ده. فلازم تعمل ضبط النيران، عندك ضابط معاك. ابطل الضرب، اضرب واقف في راسك. بتاع الRPG بيقول لك عمر، كل بيقول لك اتخذ الساتر، قوم ارتكز. الكلام اللي بيقول لكم في التدريب ده ما طابور، والتعب اللي بتتعبوه والمشقه والجوع والعطش والوقاف، لانه عرق التدريب يوفر دماء المعركه. دي حرب
الكوره بيجيبوا لها مدرب بيقول لهم اهجموا ويجاوي وعملوا ويجاوي، بيقول لا ولا لا؟ الكلام ده ما طابور. انت بتدعم في التدريب هنا معناتها قدام بتقاتل ومعاك رب العالمين. طيب الرساله الثالثه لان مواطننا لاهلنا القدام ديل القاعدين ليه هسه في الخرطوم، القاعدين ليه هسه في الفقيه هاشم، وقاعدين في الكدر وفي الحلفايه وفي شمبات وفي توتي وفي شرق النيل وفي الازهر وفي العزوزاب وما مرقوا. ان شاء الله احنا جايين نكون نبرد بطنكم. الاذى شفتوا كله والتعب شفتوا كله والمشقه اللي مريتوا بها ان شاء الله. والرساله اللي بعدها للقاعدين هناك لسه لكن شغال متعاون مع الدعامه ومعروفين بالاسم. كون ده اصلا ما الناس اللي قاعدين هناك ما بيستنوك انت تجي تاخذ في اللجر، بيشيلوه وراهم لانه هو دخل لنا الناس، هو دخل لنا الناس. والرساله الرابعه للمستنفرين، يا جماعه لما يتجدد البلد دي في شعب رجل سوداني ما جبنا سيرته قبل كده اسمه عثمان دقنة، بتسمعوا به؟ عثمان دقنة ده لم يهزم قط. الرجل الذي كسر الصندوق الانجليزي ما في اي حته كسر الا كسر عثمان دقنة ده. عثمان دقنة هسه قبره هناك لما يجوا الضباط الانجليز كانوا يزوروا الكليه هنا بيصروا يمشوا يقفوا في قبره ويحيوه. عارف ليه؟ لانه ده الزول الوحيد اللي هزمنا. لما البلد يحتاج ليه جبل لغار الرئاسه هنا العاصمه وكاتل في النخيله. احنا دايرين يا اهل الشرق ما شفنا منكم مستنفرين لسه. نحن دايرين منكم 30 50 الف يا دروب يجوا وين؟ يبلغوا الفاو، يبلغوا الخياري، يبلغوا المعاقيل، يبلغوا سنجه، يبلغوا سنار، يبلغوا المناقل، يبلغوا البس يجونا. كل اهل السودان لازم يستنفروا. هذا العدو الصاين بيقاتل في الناس. الناس ديل اول ما يخشوا بيعملوا شنو؟ اول شيء بيقطعوا المويه من البيوت، بيمشوا طوالي محطه المويه بيقطعوها. كان قريه فيها طاقه شمسيه بيشيلوها، بيقدوا سهريد، بيقطعوا سلوك الكهرباء بيضربوا الاميه عشان الناس يقعدوا في ظلام ومويه عشان المحل ما ينقعد. اول شيء بيخشوا البيوت في الخرطوم دي بيضربوا الصهاريج دي كرر بيقددوها، بيقطعوا المويه عشان المحل ما يتقعد، بيدونوك تدوين عشوائي. هو عارف ذاته دي هتقع في بيوت وبيعملها عشان الناس ما يجوا. وده اللي بيعملوها هسه في غرب الحارات وفي شن يقول لكم مسيره وإناء عشان الناس يمرقوا. ما في زول يمرق، كفايه الناس المرقت. تاني من هنا ولا قدام ما داري لنا اهل القريه يمرقوا كله. اي قريه يشوفوا لهم بوكلين يجروا القريه دي داير ما يدوروا ترس ويشوفوا 50 يدون سلاح والجيش معاهم. درب واحد ما في زول تاني يمرق من محله. اصلا ده تهجير عشان الناس يخلوا غراهم وبيوتهم فاضيه عشان يسكنوا فيها ناس جايين من الخلا ما معروفين من وين ذاته. ده مشروع بتاع هلال، ولذلك تاني ما في زول يمرق من اي حته. والناس ديل نحن جايينهم في الايام دي، في الايام دي والله بل عندنا لا. نحن ربنا ما امرنا باعداد المسيرات ولا اعداد الطيارات، قال ما استطعتم دي قدرتنا. وباولادنا ديل اللي انتم شايفينهم والجيش اللي فيه كله، الجيش عليه بقواته الخاصه بعمله الخاص بالمخابرات بالشرطه بالمستنفرين بالمقاومه الشعبيه باي زول. احنا جايين والله بحليفته علما بوعد الله. الناس ديل ما حيفضل فيهم زول ولا زول ما حيفضل، ما يفرحوا يقولوا خشوا الجزيره ولا سنجه ولا والله ما يفضل فيهم زول لانه ده وعد الله. الدليل الناس ديل كانوا العساكر دعم سريع سوداني 160,000 هسه ما فاضل فيهم 2000. القتلوا منه نزلت لهم مطره ولا قتلوا الجيش ده؟ قتلوا باذن الله. جاهم فزع من برا قريب 500 وحاجه الف والقاتلين فيه قريب 250,000 والرجعوا بيهات مستديمه ومقطعين ومبترين قدرن. الديل ماتوا كيف؟ قتلوا الجيش ده. عشان كده الباقيين حنقتلهم. دي اصلا ما عندنا في اي شك. وربنا نصره والله رايناه عين اليقين.
عين اليقين شفنا بعيننا. احنا قاعدين في المهندسين دي، الناس قاعدين سنة محاصرين زي المسيرة اللي بتجي هسه يقولوا جاي مسيرة، الناس تتكبكب وتتخلع دي يوميا ما 100 ل 150 دانة يوميا جوا حوش السلاح الطبي. خلي المهندسين يومي ولا في أي حاجة، ما في زول بيموت ناقص عمر. والله خسائر في البشر لا تقارن، أقل حاجة 5000 دانة دي وقعت ولا أي شيء. الشهداء كلهم ما تعمل لهم كم 20 زول. خلاص الله كاتب له شهادة بيستشهد، والله الله كاتب له جرح بالجرح. من المهندسين دي مرقنا وجينا رفعنا 100 فاتحة في الحلة، ديل كتلونا الدعامة ما يقول لكم بتموتوا. مشينا وجينا لقينا في ناس طقستهم عربات وقطعت كرعيون، وفي ناس عموا. هنا ساي ملكية في ولا ما في؟ مشوا بتاع العيون وفي ناس قطعونا السكري ما قطعونا الدعامة، ونحن جايين بكرعينا انه صح. عشان تفهم يا عبد الله القدر ده مكتوب، كان الله كاتب لك قطعة هنا بتنقطعها بسكري بموتر بكهرباء ببتاع عيمة، كاتب لك عمى بتعمى، كاتب لك طرش بتطرش. لكن ما في حق زول، لأنه هناك قاعد هناك يمين الناس مرقوا كلهم هنديل جوز اليمين. اسبوع كامل نحن نسير في الفواتح. ديل ماتوا بيشدوا قتلونا الدعامة. لازم تعرف الحقائق دي وتثبتوا بعضكم. أذكاركم وضوءكم طهارتكم تكون على طهارة طوالي، أورادك طوالي، تحصينك طوالي، تقووا بعض، تذكروا بعض. انتوا كتف لبعض، انتوا دفعة خلاص. ونحن دايرينكم بعد الموضوع ده ينتهي. ولو في طريقة هسه العسكر قاعدين تلبسوا معانا الكاكي ده أحسن الكاكي ده أحسن منه. في شنو هسه؟ الناس ما عرفت حوبته، والكاكي ده في كاكي ده كم زول أبوه عسكري هسه ما ولدك ورباك وقراك وبيقوا دكاتره وبيقوا مهندسين وعرسوا بدوا منا الماهيه حقت الجيش. ما يقول لك هنا الجيش ده كعب، الجيش والله ولا كعب ولا شيء، ده محل الرجال. وانتوا حتحكوا الحرب دي حتنتهي وحترجعوا حتحكوا ليوم الدين. سنة 50 حتلم احفادك وتحكي لهم عن تجربتك دي بفخر وبإعزاز. والزول الما مشى ده حيظل في حسرة وندامة ليوم الدين. فأورثهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه والعياذ بالله. وصيتنا الليلة نحن في نهر النيل المحليات السبعة، من البحيرة لأبو حمد للفاروق ولبربر لشندي للمتمة، الناس تجي المعسكرات. أي زول في حلة ناس الحلة يحفروا لها بوكلين يشيلوا لهم 50 شاب اللي دون عرسون. لأنه يا جماعة السلاح ده لما دخلنا له غرة في الجزيرة ما بتقدر تدخل سلاح ثقيل. لما الناس العمل الخاص يدخلوا سلاح خفيف وكده ويحاولوا يقاوموا العدو ده بيجي في هناك 2 كيلو 3 كيلو بيضربك بينتهي منك وانت كلاشك ده ما بيمشي، نتيجة فتاكة. انت لازم تجيلي في المعسكر عشان اركبك في العربية الكبيرة دي وفي التاتشر وفي الدوشكا وفي السوناري في الكاتيوشا عشان امشي اكاتل بيك العدو. يبقى ناس الغورة في اي منطقة العدو ما دخلها، الغورة طوالي كربك لين داير ما يدور مدخل واحد. خلوا 50 شاب يقعدوا يحرسوا، ناس الجيش بيدوكم ان شاء الله 2 3 نفر باربجات وقرنفات يقعدوا معاكم في خشم الباب ده. الباقي اي حله دارين منها 50 راجل كثيره، اي حله 50 شاب يبلغوا الليله المعسكرات طوالي، المعسكرات القتاليه، لانه الناس دي متحركه ما بحصلوا لجور ثاني. طوالي يبلغوا يجوا يمشوا هناك في البذل، يجوا المعاقيل دارين نرمي قدام. الناس يبلغوا طوالي، الخياري يبلغوا سنار، يبلغوا المناقل، يبلغوا كوستي، يبلغوا الاعوج، يبلغوا ام درمان الوادي. تبلغ، تحضر نفسك، تحضر الفضل والاجر والبشاره يا جماعه لاهلنا انه ربنا حيخلف علينا. والله ربنا يخلف علينا بخير غير محدود. لا تعاينوا لامر الدنيا ده. امر الدنيا ده زايل. ياما ناس عندهم قروش ما قادر يستمتع بها، ما قادر. مرة رقد معاي واحد رجل أعمال قروشه كم عارفة مليارات بالدولار، بعدين كان عملوا له عملية. الدكتور طبعا كان ما فطرك بقى، المصراعي الحرق ما فطرك، قال لي مشتهي لي صحن فتة. قلت له بتشتري بكم؟ تشتري بكم صحنك ده؟ قال لي ما بشتريه دبل السعر. قلت له كان اديتنا مليار دولار ما بنجيبه ليك. كيف؟ ما الدكتور قال ما تاكل. القروش ما هي شيء يا جماعة. الحياة طعمها في رضا الله.
السعادة طعمها في رضا الله، وربنا إذا بديك الجنة بقلبه يديك التوسان، ربنا إذا بديك الجنة بقلبه يديك العمارة. يا جماعة ربنا قال وآتاكم من كل ما سألتموه قبل ما تسألوه بيديك، فالدنيا ما العين ليها. ونحن يا جماعة في ناس بيشككوا في الجيش، وفي ناس بيشككوا في القيادة، وفي ناس بيطعنوا. ليه؟ لأنه دي القيادة اللي هزمتهم، وده الجيش اللي هزمهم وحيهزمهم. ما عندنا شك ولا عندنا تلبيس. اللي عنده شك انه الجيش يقول لك ما بقاتل وما بسلحنا وما بعرف شنو، اركب تعال بس. ما عندنا لك كلام كثير. طوالي عند المعسكر فاتح، تعال شوف الجيش مسلح ولا مسلح. ما تكتر كلامك. انت شايف القياده خاينه، تعال انت ما خاين، ده قاتل العدو. دي صعبه دي ولا سهله؟ مش قلت القياده خاينه؟ تعال هنديل المقاتلين، هنديل اولاد ما ولا جيش مستنفرين، اركب تعال مش معاهم قدام. شوف القياده خاينه ولا لا؟ شوف الناس بيقاتلوا ولا لا؟ ما في كلام كثير والله. تاني ما عندنا اي كلام لاي زول. نحن اخذنا من زمن الناس كثير، لكن كتر خيركم، ربنا يديكم العافيه. الناس راميه قدام، اخوانكم البر يا جماعه انتوا واهلكم ديل وعدوا بلواء. الدحين اللواء ده الناس يكملوا. نحن عملنا خشينا المعسكرات دي بالشرق والغرب يمكن 11 قريه، ومستنفرين وقاعدين وضاربين. تكلموني يجوا معاكم يمشوا معاكم قدام. يعني راجل ماشي قدام انا اتاخر منه كيف؟ بعدين اقابله في الحله اقول ليه شنو؟ اقعد اسوي شنو انا؟ شغل يا جماعه. الناس لو الليله دي الناس دي لو اتجندت في كل المعسكرات دي لقينا 30 40 الف، السودان بيتحرر في يومين. في يومين. هسه بياخذ زمن، بياخذ لانه الناس شويه والمساحات كبيره، ده الواضح. فجيبوا الناس دي خلونا ندفر كده نخش الخرطوم دي، ومنها نمشي الجزيره وننتهي، وبعدها تمشوا شوفوا قراءتكم وين، لكن نصكم يجونا في الجيش. السلام عليكم ورحمه الله. الله اكبر. الله اكبر. الناس تثبت فوق، تثبت فوق. ايوه. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الله اكبر. أبشر.